السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ صباح الخير على الناس الشقيانة التعبانة اللي بتذاكر عايزة تفرح أهلها كده وتكبر بخاطرهم، يا رب يا رب يا شباب. دلوقتي يجي يعني الناس بتسأل المراكم. حبيبي انت مراكم كام درس اللي قالقينك وقالقين منامك دول؟ كام درس دول يعني اللي انت بتفكر تأجل بيهم السنة والشيطان عمال يخش في دماغك والكلام الهبل ده؟ كام درس؟ 8 4 6؟ وانت بتذاكر المادة دي كام مرة في الأسبوع؟ مرتين؟ انت لو في كل مرة مع الجديد خدت درس من القديم هيحصل حاجة؟ شلت ساعة من ساعات نومك وذاكرت فيها درس من القديم هيحصل حاجة؟ يبقى انت في خلال 3 أسابيع جبت كل المتراكم، صح؟ قبل رمضان هتخش رمضان وانت زي الفل ومرتاح وكله تمام معاك. ليه قلق نفسك وموتر نفسك والكلام ده؟ ما تهدى، اهدى يا حبيبي، اهدى، تريث. تمام؟ يعني خد الامور ببساطة كده، بالراحة بالراحة. التوتر مش هيفيدك، والله العظيم التوتر هيزيد الطينة بلة. تمام؟ انت مثلا والله انا عندي مثلا مراكم الباب التاني فيزياء، الباب التالت فيزياء، الباب التاني والتالت دول كام؟ 8 دروس. والله انا لو بذاكر فيزياء، انا لو بذاكر فيزياء مرتين في الاسبوع ممكن اجيب الفصل التاني في الاسبوع. والله العظيم. ايه ده؟ الفصل التاني في اسبوع؟ اه والله. طب انا مش هقدر يا عم، انا هاخد كل يوم درس، في اسبوعين جبت الفصل التاني. ما تقولش انا لسه هستنى اسبوعين، ما الاسبوعين هيعدوا وهترجع تقول يا ريتني. فانت وما تقارنش نفسك بزمايلك، معلش يعني معلش. انت واحد كان عندك ظرف، تعبت، استعبطت، لعبت وراكمت. ما تجيش تقارن نفسك باللي مذاكر ومش مراكم. هو راجل تعب، هو راجل كان بيروح عايز ينام وما نامش وقعد يذاكر عشان ما يراكمش. فانت ما تجيش تقارن نفسك بيه، ده هو حر. انت خليك في نفسك. انا بكره لو انا ذاكرت الدرس ده احسن ولا لا؟ احسن، يبقى انا هعمل الحاجه دي. قارن نفسك بكره بامبارح، دي اللي انت تقارن فيها. انا بكره احسن من امبارح ليه؟ او انا النهارده احسن من امبارح في ايه؟ والله انا ذاكرت درس جديد، عرفت مساله ما كنتش بعرف احلها، وهكذا. التغيرات الصغيره مع الاستمراريه بتحدث تغيير كبير. تمام؟ تمام. يبقى اشوفش حد بيصيح تاني؟ خلاص، هشوف حد بيصيح تاني؟ مش عايز اشوف حد بيصيح. فكك، الجأ لربنا، قول له يا رب انا مراكم، يا رب عيني ووفقني، يا رب يا رب يا رب يا رب. ادعي باللي انت نفسك فيه. مين فيكم بيصلي قيام ليل وبيدعي وربنا ما بيفقهوش؟ يا رجاله، ندعي ربنا كده وان شاء الله ربنا يوفقنا. لا مش صحابي كلهم مراكمين. اقفل تليفونك وطز في اصحابك يا اخي، طز في اصحابك. والله في ناس دافعه فلوس عايزه تفرح يا عم. اهلك اللي تعبوا دول معاك مش اقل من اي اهل، مش اقل من اي ناس تاني فرحت. ما تفرحهم يا عم. بتعمل ايه انت؟ ما تذاكر، اعمل اللي عليك، هات اخرك. اقسم لك بالله يا اخي، يعني انا كنت قاعد كده في حصه مع مدرس، المستر كان بيكتب على السبوره يعني كده، فبيقول ايه يا شباب، كنا في شهر 4 ساعتها. لا كنا في اول 5 كده، في اول 5. يا شباب عاملين ايه الاخبار وكده، ايه هتوقعوا نتيجه؟ فلقيت كله بقى والله يا مستر ربنا يسترها، ربنا يجيبها خير، ربنا يجيب اللي في الخير، ربنا يسهل والكلام ده. فقام بص لي، وانت ايمن؟ قلت له انا عافيه هخش طب، انا واثق في ربنا اني هخش طب. قلت له يعني حتى لو انا ما عملتش حاجه الشهر ده انا هخش طب. قال لي ما تقولش كده بس مش عارف. قلت له انا واثق في ربنا يا مستر انا هخش طب ان شاء الله، يعني لان انا عملت كل حاجه اقدر اعملها، مفيش حاجه تانية كانت المفروض تتعمل وما اتعملتش. انا يعني خلي عندك ثقه في ربنا كده ان هو هيوفقك، وحسن ظن بالله، وقرب له. تسمع الاذان روح صلي في المسجد، ما تقولش لا انا هصلي في البيت واوفر الوقت عشان بروح تضيع وقت مع مين؟ يلا انت رايح تصلي لربنا. اقسم لك بالله لو انت بتفكر، في واحد هنا في الكليه، يعني مش في الكليه قصدي، واحد زميلي يعني كان بيحكي لي، بيقول كان في واحد زميله بيفكر نفس الطريقه دي، وبيقول لي كان بيذاكر اكتر منه وامتحانات شغال مع السلامه وودي تقفيلات وكده، جاب 80%. يا ابني توفيق ربنا هو الاساس، من غير ربنا انت مش هتعمل اي حاجه. تمام ولا مش تمام؟ يبقى نستهدى بالله كده، نروح نصلي قبل ما تذاكر تعمل اي حاجه، صلي ركعتين لربنا، قول له يا رب وفقني في اللي انا بعمله، يا رب وفقني في اللي انا بعمله، وربنا يوفقكم يا رب يا شباب وتجيبوا اللي نفسكم فيه يا حبيبي. يلا يا شباب، استودعكم الله، مع السلامه.